قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. سبحان الله، ربنا جعل سبب فك الحصار حشرة صغيرة. الحكاية ما كانتش مستاهلة لا جيش ولا حرب، والمفروض ان قريش تكون اخذت درس قوي، بس اللي يتعظ او حتى يفهم الدرس. بعد ما تفك الحصار ب6 شهور تقريبا يحصل شيء يحزن النبي جدا. ابو طالب عمه يحتضر، تعب، عنده 87 سنة دلوقتي تقريبا، والنبي يروح لعمه بسرعة ويقول له: يا عمي، كل كلمة واحدة احاج لك بها عند رب. ويبكي النبي، نفسه عمه يقول لا اله الا الله عشان يقدر يشفع له يوم القيامة. ابو جهل واقف، وخلوا بالكم من صاحب السوق، يقول له: ايه ده، انت هتسيب دين ابائك واجدادك؟ يبص ابو طالب لمحمد ويقول له: والله اني لاسرع الناس لما تحب، بس خايف العرب يعيروني بعد موت. ويحاول مع النبي، ولكن يموت ابو طالب على ملة ابوه، ويبكيه النبي بكاء شديد. وتنزل الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وبعدها ب3 أيام تقريبا ستنا خديجة زوجة النبي تحتضر هي كمان. لحظة الوفاة كانت لحظة صعبة قوي، ورأس خديجة على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وبيمسح على رأسها ويدعي لها بالشفاء. ولكن نفذ الوقت، تموت السيدة خديجة. بس لحظة هنا لكل راجل في حق مراته. لو مراتك بتحتضر ورأسها على صدرك، اتقيت الله فيها؟ إنهن المؤنسات الغاليات، اتقوا الله في النساء. سمعت كلام سيدنا النبي ولا بتخون وبتهون عليك العشرة وبتوجع وبتستضعفها وبتهجرها؟ اتقوا الله في النساء. يبكي النبي زوجته بكاء شديد، ودي كانت من أصعب اللحظات اللي عاشها محمد صلى الله عليه وسلم. كان يتيم الأب والأم والجد، وفي أسبوع واحد يفقد عمه وزوجته. أي صبر هذا يا حبيبي يا رسول الله. كان أبو طالب الظهر للنبي بره البيت، وخديجة كانت الطمأنينة جوه البيت. ماتوا خلاص الاتنين، وتتسمى السنة دي بعام الحزن. وطبعا قريش لا قصرت ولا رحمت، زودت في الإيذاء أكتر وأكتر، لحد ما النبي ابتدى يفكر بره الصندوق. فكر خلاص إنه يسيب مكة، أرض الله واسعة، يروح بلد تانية يكمل الدعوة لدين الله. ففكر يروح فين؟ هيروح الطائف. طب اشمعنى الطائف؟ لأن الطائف هي القوة الموازية لقريش داخل الجزيرة العربية، دايما بينهم تنافس إنه مين فيهم يبقى رقم 1، قريش ولا الطائف. النبي قرر يروح الطائف ويعرض عليهم الإسلام، ويطلب منهم انهم يقفوا معاه، ولو وافقوا هيرجع مكة، هياخد الصحابة ويعيشوا هناك في امان. طب ازاي دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج من مكة من غير ما قريش تعرف او تحس بيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرر يخرج من مكة بدون لا حصان ولا ناقة، مشي، رغم ان ارض الطائف عالية وعلى بعد حوالي 100 كيلو، وكمان ما خدش معاه ولا اكل ولا شرب. طيب ليه كل ده يا رسول الله؟ عشان ما حدش من قريش ياخد باله انه هيمشي مسافه طويله فيراقبه. واختار يخرج في عز الظهر في حر مكه الشديد، عشان اغلب الناس بتكون في بيوتها في الوقت ده، فما حدش يشوف. طب هياخد معاه ابو بكر ولا عمر بن الخطاب؟ لا، مش هياخد معاه حد منهم. ليه؟ لان قريش عارفه ان النبي بيعتمد عليهم، فلو اخد حد فيهم هيفهموا انه بيخطط لحاجه. هياخد معاه زيد بن حارث. رتب النبي لكل حاجه، وخرج من مكه ووصل للطائف. هترتاح شويه يا رسول الله اول ما وصلت؟ لا، مش هيرتاح. تخيلوا، هيروح على طول لسيد القبيله يستأذنه انه دخل اصلا مكان